في ناس بتفضل طول عمرها بتشتكي من الفلوس، المرتب مش مكفي، الأسعار غالية، الظروف صعبة. وفي ناس تانية بدأت من نفس المكان بس عرفت توصل للغنى والراحة المادية. الفرق مش في الحظ، الفرق في طريقة التفكير وطريقة التعامل مع الفلوس. الكتاب ده بيحط أساس متين لأي حد عايز يبني ثروة أو يخرج من الديون أو يعيش مرتاح من غير ضغط مادي. المبادئ اللي منها بسيطة بس تأثيرها قوي جدا لو طبقتها. وأول مبدأ: وفر جزء من دخلك لنفسك. المشكلة إن معظم الناس بتشتغل طول الشهر، تستنى المرتب يجي، وفي خلال أيام المرتب بيطير، وفي الآخر يفضلوا مستنيين الشهر اللي بعده بنفس المعاناة. أول قاعدة في طريق الغنى: وفر جزء من دخلك حتى لو دخلك قليل. ابدأ ب10% من أي فلوس بتجيلك، حتى ولو كانت 100 جنيه، يعني 10 جنيه تتشال كل مرة من غير نقاش ومن غير ما تصرفها. ده مش مبلغ كبير، بس بعد سنة هتلاقي نفسك جمعت مبلغ محترم وبدأت تتعلم الانضباط المالي. الهدف مش الفلوس بس، الهدف إنك تتعود تشيل لنفسك أولا قبل ما تدفع لأي حاجة تانية. وتاني مبدأ: تحكم في مصاريفك بشكل واعي. الناس دايما بتقول إن ما عنديش حاجة أوفر منها، كل الفلوس رايحة في الضروريات. بس الحقيقة في فرق كبير بين الضروريات والاعتياد. مش كل اللي متعود تصرف عليه فعلا ضروري. في اشتراكات، وفي خروجات، وفي أكل جاهز، حاجات صغيرة بتاكل من دخلك وانت مش حاسس. ابدأ كل شهر راجع مصاريفك واسأل نفسك: ايه اللي ممكن استغنى عنه؟ ايه اللي مش بيفيدني فعلا؟ ايه اللي ممكن ابدله بحاجة ارخص؟ كل جنيه بتوفره هو خطوة ناحية راحتك المالية. وتالت مبدأ: خلي فلوسك تشتغل بدل ما تنام. الفلوس اللي بتتشال في الدرج او في الحساب البنكي من غير ما تتحرك بتموت ببطء، وده العكس اللي المفروض يحصل. فلوسك لازم تشتغل وتولد دخل جديد. يعني ايه؟ يعني تبدأ تفكر في استثمار حتى لو صغير، مش لازم مشروع ضخم أو بورصة. ممكن تدور على مشروع بسيط بمخاطرة قليلة، تشارك حد فاهم، تستثمر في حاجة تعرفها كويس، تبدأ بزيرو وتتعلم قبل ما تحط جنيه. المهم إنك تبدأ تفكر إن الفلوس مش وسيلة للإنفاق بس، الفلوس ممكن تشتغل مكانك وتكسب وإنت نايم. ورابع مبدأ: احمي فلوسك من الخسارة. أوقات كتير أول ما نلاقي معانا مبلغ بنتحمس ونرميه في أول فرصة بتيجي. صاحبك قالك على مشروع أو حد وعدك بعائد سريع، فتدخل من غير ما تفهم، والنتيجة الفلوس بتروح وبتتعلم الدرس بالطريقة الصعبة. علشان كده ما تحطش فلوسك في حاجة مش فاهمها، اسأل أهل الخبرة، اقرأ، فكر، خاف على تعبك. الغني مش بس اللي بيعرف يزود فلوسه، الغني الحقيقي هو اللي يعرف يحافظ عليها كمان. والمبدأ الخامس: قلل التزاماتك الشهرية قدر الإمكان. كل ما كانت مصاريفك الشهرية أقل، كل ما كنت حر وتقدر تتحكم في مستقبلك. البيت الكبير مش دايما راحة، القسط الكبير مش دايما ميزة. الحياة اللي شكلها مريح من بره ممكن تكون ضغط رهيب من جوه. حاول تقلل مصاريفك الثابتة: إيجارك، فواتيرك، تنقلاتك، التزاماتك، واستخدم الفرق في التوفير والاستثمار. سادس مبدأ: خطط لدخلك بعد ما تبطل شغل. مش دايما هتكون قادر تشتغل طول عمرك، ومش دايما الصحة هتساعدك. فكر من بدري في مصادر دخل مستمرة: استثمار يولد دخل، معاش، شغل حر بسيط، ممتلكات بتأجرها. ابدأ تبني الأساس ده من دلوقتي، حتى لو خطوة صغيرة. المستقبل بيبدأ من النهاردة مش بعدين. وسابع مبدأ: طور مهاراتك علشان تزود دخلك. كل ما كنت أغلى في سوق الشغل كل ما كنت أقرب للغنى. يعني إيه؟ يعني تعلم مهارات جديدة، حسن اللي عندك، طور نفسك كل يوم. أي مهارة جديدة يعني فرصة شغل جديدة، وأي فرصة جديدة يعني مصدر دخل إضافي. ما توقفش عن التطور، لأن ده أهم استثمار على الإطلاق. والخلاصة: الغنى مش سحر، مش محتاج حظ، ومش لازم تبدأ كبير. الغنى هو نتيجة إنك توفر باستمرار، تصرف بعقل، تستثمر بذكاء، تحمي فلوسك وتطور نفسك وتبص لقدام. ابدأ بأي مبدأ من دول، ومع الوقت هتكتشف إنك بتغير حياتك كلها خطوة بخطوة. لو حابب تتعلم أكتر عن إدارة الفلوس، وفر لنفسك وقت وشوف باقي فيديوهاتنا. وبس كده، لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.